جبت لكم وصفة تشيز كيك تحفة اقتصادي بلا بيض بلا كريم فريش، ورغم بساطة المكونات النتيجة تكون خرافية. كيما تعرفوا تشيز كيك يحبوه الناس كامل، ومن اليوم ما تخافوش من المكونات الغالية، درتو بمكونات جد جد اقتصادية، تحضير سهل بزاف ومكونات بسيطة لكن طعم خيالي، تحس روحك في عالم واحد آخر. النكهة ظريفة والمزيج بين المكونات يذوب في الفم. مش راح نقول لكم ما تخليوش الفرصة تفوتكم، جربوها وراح تعتمدوها في كل مناسبة، ننصحكم والله مش راح تندموا. ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، واي استفسار خليولي كومنتار نرد عليكم البنات. نخليكم مع الصور ومن بعد نبداو بالمقادير. في المقادير عندنا 3 كيسان حليب، عندنا 2 كيسان كريم شونتيي، عندنا كمية من الفخوماج، عندنا حليب، عندنا لافاني، شوكولا نوار، عندنا غاتو ماكاو، عندنا واحد فلون تاع كراميل. نحطو 2 كيسان تاعنا تاع الحليب مع 2 كيسان تاع شونتيي، الحليب لازم يكون بارد البنات، ونحطو لافاني والحليب نخليوه مع الماكاو. من بعد نخلطو الفخوماج، درت 3 علب فخوماج ريجيم، نزيدو نخلطو العلبة تاع الفلون ونطلعوا المكونات كامل مع بعضهم. البنات لازم الحليب يكون بارد، نطلعوهم لمدة 5 دقائق. شوفوا بعد ما طلعت لنا نجيو الخطوة الثانية، نجيبوا الكمية تاع الحليب اللي خليناها مع الماكاو، نجيبوا سارسو، تحطي الكعبة تاع الماكاو تاعك في الحليب ومن بعد تحطيها في السارسو حتى تكملي الطبقة الأولى. تجيبي لاكريم تاعك ديري طبقة ثانية كيما راكي تشوفي. من بعد نذوبوا الكاس تاع الحليب مع الشوكولا تاعنا. البنات انا درت 3 بواط تاع شوكولا نوار، درت 300 غرام. بعد ما ذوبناها مع الحليب نميكسيوها باش نتحصلوا على لمعان كيما راكم تشوفوا. تحطي الطبقة الأخيرة تاع تشيز كيك تاعك بعد ما تكون بردت الطبقة الأولى، تحطيها تبرد ليلة كامل. بعد ما تبرد تجيبي السارسو تاعك تنحيه، تعاوني بالشاليمو باش يتنحالك، واللي ما عندها الشاليمو تحاول تدور الموس على الحاشية تاع السارسو وتجبد السارسو تاعها بالعقل حتى يتنحى. تسخني الموس تاعك وتقصيه كيما راكي تشوفي في الفيديو، من بعد تزينيه تزيين اختياري كيما تحبي. البنات ما تنساوش الاشتراك في قناتي وجربوه وخليولي رأيكم في كومنتار.